السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. النهاردة فيديو جديد ووصفة جديدة من مطبخ عبير. النهاردة هنعمل مع بعض حاجة حلوة جميلة جدا وبسيطة وسهلة ومكوناتها موجودة في كل بيت. هنعمل مع بعض الجاتو شاتو. طبعا الجاتو شاتو من احلى الحاجات الجميلة جدا. شوفي انت بتجيبها بكام من بره، انت هتعمليها في بيتك بمكونات سهلة وبسيطة وموجودة عندك. طبعا لو عندك عيد ميلاد، عندك حفلة خطوبة، ممكن تعمليها بتوفر لك جامد. مكوناتنا ايه النهارده؟ معانا كوبايه زيت، معانا كوبايه لبن، معانا 3 بيضات، معانا كوبايه سكر، معانا كاكاو خام اللي هو الاسباني. اهم حاجه يكون غامق عشان يدينا لون جميل للجاتو شاتو. ومعانا طبعا كوبايتين دقيق نخليهم كويس جدا، ومعانا باكو فانيليا، ومعانا ايه باكو بيكنج باودر، ومعانا ذره ملح. اول حاجه هنعملها هنجيب ايه؟ شفشق الخلاط بتاعنا. هنعملها بطريقه سهله جدا، يعني لا محتاجه عجان ولا محتاجه مضرب بيت ولا اي حاجه. هنعملها في ايه؟ في شفشق الخلاط زي ما انتم شايفين كده. هننزل بايه؟ هننزل بالزيت. بسم الله الرحمن الرحيم كده، ونسمي الله ونصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعدين هننزل بالايه؟ بالكوبايه الحليب بالشكل ده كده. وهننزل بكوبايه ايه؟ السكر. طبعا السكر ده اختياري، يعني عايزه تحطي نص كوبايه مفيش مشكله، يعني تبع ايه ما انت بتحبي مسكر بتحبي دلع. حطينا المكونات دي مع بعض. هنحط ايه؟ 3 معالق ايه من اللي هو الكاكاو الخام. هننزل بايه؟ 3 معالق من الكاكاو بالشكل ده كده. 1، ادي 2، ادي 3. وهنروح نضربهم في الخلاط ضرب جامد جدا، وبعد كده نيجي هنشوف هنعمل ايه. بعد ما ضربنا الكاكاو الخام مع اللبن مع الزيت، شايفين قوامه عامل ازاي؟ سميك جدا. هنحط ايه؟ هناخد منه ايه؟ كوبايه اللي احنا هنحطها فوق الكيكه نفسها او الجاتو. هننزل كده بكوبايه. طبعا احنا ما حطيناش البيض، احنا هنحطه دلوقتي عشان ايه؟ نضربه برضو ايه في الخلاط تاني. هننزل بايه؟ بكوبايه نشيلها عشان نحطها على وش الكيكه. طبعا لو عندك كريم شانتيه ممكن تزوقيها بيه، اي حاجه موجوده عندك ممكن تزوقيها بيه. هنشيل كده بالشكل ده كده عشان ما يبوظلناش الدنيا كده اهوت. هنشيل الكوبايه دي ايه في التلاجة قبل ما نعمل ايه الكيكه بتاعتنا. هنا بقى هننزل بالايه؟ بالبيض بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم كده اهو بالشكل ده كده. وهننزل بباكو الفانيليا، فانيليا عشان خاطر البيض. هنروح نضربها في الخلاط ونرجع لكم تاني. هنا خلاص ضربنا الخليط زي ما انتم شايفين كده بالشكل الجميل ده كده. هنجيب بقى الدقيق بتاعنا وهنحط ايه؟ البيكنج باودر، باكو بيكنج باودر كامل. طبعا حطينا ذره الملح زي ما قلت لكم. وطبعا نسيت اقول لكم ان انا حطيت معلقه خل في الخليط بتاعنا واحنا بنضربه في الخلاط، لان بيدي هشاشه وطراوه للكيكه جميله جدا، بتفضل معاكي طريه جدا ما تنشفش منك ابدا بالشكل ده كده. وهننزل بقى بايه؟ بالخليط بتاعنا بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين كده اهوت. بسم الله الرحمن الرحيم، نسمي الله كده ونصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وهنضرب بقى ايه؟ الكيكه بتاعتنا الجميله دي كده بسرعه كده. طبعا مولعين الفرن على درجه حراره 180 قبلها بايه؟ ب5 دقايق، عشان خاطر اي معجنات اي كيكه اي حاجه بتخش الفرن لازم تخش على نار عاليه جدا. هننزل بالشكل ده كده ونقلب برضو. بسم الله الرحمن الرحيم كده اهو بسرعه كده. طبعا محضرين معانا صينيه مبطنينها بشويه زيت ودقيق. هنقلب بالشكل ده كده بسرعه كده في اتجاه واحد زي ما احنا متفقين في كل فيديوهاتنا بتاعت الكيكه، ان الكيكه بتتقلب في اتجاه واحد عشان ما تهبطش مننا. من اسباب فشل الكيكه انك تقلبيها من يمه كده وبعدين ايه؟ ترجعي اليمه التانيه. هنقلب بالشكل ده كده. هننزل بقيه المكونات برضو مش عايزين ايه، لان دي مقادير مظبوطه، لو نقص منها اي حاجه الوصفه بتاعتنا طبعا بتبوظ. هننزل ايه؟ صوص الشوكولاته بالشكل ده كده. برضو تنفع تعمليها، ممكن تعمليها تورتايه هتبقى جميله جدا بنفس الطريقه دي، وهتزوقيها كيكه بسيطه جدا مش مكلفه خالص.
زي ما قلت لكم مقاديرها موجوده في كل بيت. طبعا مفيش حد ما عندوش دقيق، ما عندوش كوبايه زيت، ما عندوش كوبايه لبن. خلاص كده اهو الخليط بتاعنا ايه اتضرب كويس جدا بتاع الكيكه اهو. ده القوام اللي احنا عاوزينه، شايفين. هنجيب بقى ايه الصينيه بتاعتنا. انا هعمل ايه زي الصاج كده. جبنا الصينيه ودهناها ايه زيت ودقيق زي ما قلت لكم. وهننزل بالخليط بتاعنا كويس جدا كده. نجيب بقى المعلقه بتاعتنا وننزل زي ما قلت لكم كل حاجه موجوده في الطبق او البوله بتاعتنا. هاتي ولادك حواليك كده وفرحيهم. طبعا في الشتاء الواحد بيحب يبقى البيت دافي على طول، فطبعا بتعملي معجنات، بتعملي كيكات، كل الحاجات دي بتدفي طبعا البيت لما تولعي البوتاجاز. هننزل كل الصوص بالشكل ده كده. خلاص كده هنشيل بقى ونروق حوالينا كده مشان ايه الدنيا متبقاش من ايه مزروطه قدامنا. هنجيب بقى الصينيه بتاعتنا وهن ايه نطلع منها الهواء. هنفردها بالشكل ده كده كده اهوت كده اهو. عايز تفرديها بالمعلقه او الاسباتولا مفيش مشكله اهو بالشكل ده كده. هننزل ايه الكيكه بتاعتنا ونجيب المعلقه ونفرد بيها عشان تبقى متساويه من كل مكان، عشان ما تطلعش ياما عاليه وياما واطيه. هنعمل كده بالشكل ده كده. القوام ده بتاع الكيكه بتاعت الشوكولاته بيبقى تقيل شويه عن قوام الكيكه العاديه. هننزل بالشكل ده كده زي ما قلت لكم. هنساوي الصينيه عشان ما تطلعش ايه ياما واطيه وياما عاليه كده اهوت. نروح بقى نحطها في الفرن واول ما تطلع هوريها لكم كده اهو بالشكل ده كده. خلاص نخبطها خبطتين برضو كده اهو. هنروح نحطها في الفرن وارجع لكم تاني. شكل الكيكه بعد ما طلعت من الفرن شايفين الجمال، هشه جدا طريه جدا بس سخنه طبعا. طبعا اختبرناها بالايه بالخله بتاعت اللي هي بتاعت اللي انتوا شايفينها الخشب دي كده. اختبرناها مفيش اي حاجه خالص، نضيفه زي الفل اهي كده. ايه الكيكه بتاعتنا استوت. هنسيبها بقى تبرد تماما وبعد كده هنحط عليها ايه الصوص بتاعنا اللي احنا ايه خدناه وحطيناه في الكوبايه دي تبرد، وبعد كده نرجع نشوف هنعمل ايه. الكيكه بتاعتنا بردت تماما زي ما انتوا شايفين كده. هننزل بقى بالايه بالصوص الشوكولاته اللي احنا ايه كنا عاينينه بالشكل ده كده. ننزل كل المكونات بتاعتنا او المقادير بتاعتنا عشان ايه تبقى كل حاجه مظبوطه عندنا كده. وهنفرد بقى ايه الصوص بتاعنا الجميل. شايفين الجمال، شايفين اللمعه عامله ازاي اهو. هنفردها بالشكل ده كده. طبعا انا لقيت عندي نص كوبايه كريم شانتيه على كريم بسري، فقلت ايه هضربهم دلوقتي وهن ايه نعمل روزيتات صغننه كده على الجاتوه الشاتوه عشان يديله منظر جميل كانك جايبه جاتوه من بره بالظبط. هنفرد كده اهو بالشكل الجميل ده كده. خلاص كده هنحطه بقى في التلاجة يتماسك شويه كده، وبعدين ايه نضرب ايه الكريم شانتيه مع ايه نص كوبايه لبن من التلاجة متلجين اهو بالشكل ده كده. ايه رايكم في الجمال ده بقى؟ الجمال عدى الوصف. خلاص كده نحطه في التلاجة لمدة 5 دقايق 10 دقايق كده، وبعدين نرجع نزوقها بالكريم شانتيه. هنا بقى طلعنا الجاتو الشاتو من التلاجة زي ما انتم شايفين كده. هنقطع بقى بايه بالسكينة بتاعت الجاتو القطع اللي انت عاوزاها. هنقطع كده بالشكل الجميل ده كده.
عايزاها طويلة، عايزاها قصيرة، عايزاها يعني بصي اللي يريحك اعمليه، القطعة اللي تريحك قطعيها. وهنشوف طلع معانا كام قطعة جاتوه من حاجات لا تذكر، يعني شوية دقيق، كوباية لبن. هنلف كده بسم الله الرحمن الرحيم كده ونقول ايه، نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هنقطع ايه كده اهوت بسم الله الرحمن الرحيم بالشكل ده كده. وبعدين طبعا زي ما قلت لكم كان معايا ايه نص كوبايه كريم شانتيه على كريم باستري، فرحت ضربهم بشويه لبن ساقعين كده من الفريزر، يعني حاجات بسيطه جدا، يعني لو مش موجود مفيش مشكله، ما تكلفيش نفسك. ايه نعمل روزيتات صغيره كده زي ما انتم شايفين كده بالشكل الجميل ده، تدي منظر حلو كده ولادك يحبوها. شويه روزيتات كده بسيطه قوي، كل حاجه زي ما قلت لكم موجوده عندك في البيت، باقل الامكانيات ممكن تعملي حاجات جميله جدا. بتشتريها من بره مكلفه جدا كده اهوت. طبعا هي سايبه شويه فانا ما لحقتش احطها في التلاجة، فقلت ايه ازوقها بقى عشان ايه اخلص الفيديو كده اهوت. الحمد لله قضيت اهي بالشكل الجميل ده كده. طبعا هنحطها في التلاجة عشان تتماسك شويه، لان ايه الجو في المطبخ حر شويه. ممكن بقى لو عايزه تزودي هنا مثلا حاجه، بس انا كده هكتفي بكده. ومعانا بقى ايه اللي هو الشوكليت، الحاجات البسيطه كده اللي موجوده عندك، لو مش موجود مفيش مشكله برضو. هنحط على كل واحده كده واحده كده بالشكل الجميل ده كده. وهنا بقى نحط ايه حبه شوكولاته فورماسي اللي هي الملونه دي، نكسر اللون شويه الغامق ده بالشكل الجميل ده كده. اي حاجه موجوده عندك حطيها، مش هتكلفي نفسك ولا حاجه، الموجود عندك حطيه، ولو مش موجود الحاجات دي مفيش مشكله برضه، هيمشي الجاتوه الشاتوه بالشكل اللي هو الايه التقليدي، اللي هو ايه اللون الكاكاو يعني الغامق ده كده. بس احنا حابين نكسر اللون شويه ونفرح اولادنا زي ما انا قلت لكم. ايه حبه شوكولاته فورماسي بسيطه كده. شايفين الجمال بجد والله، انا حاسه لوحه فنيه والله يا ولاد. هنرش حاجات بسيطه كده. دي كل الحاجات دي بواقي عندي، كنت بعمل تورت وحاجات فبتبقى موجوده عندي، بدل ما تبوظ فنستخدمها في حاجه ننتفع بيها يعني. خلاص كده خلصنا الجاتوه الشاتوه بتاعنا النهارده. شايفين الجمال بجد والله، تحفه ملوش حل. طبعا شو انتوا بتشتريه بكام من بره، فرحي ولادك واعمليها لهم، اقل حاجه بتبسطهم. طبعا لو عجبكم الفيديو متنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناه عشان يوصلوك كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.